الأطراف السياسية هناك على وثيقة المؤتمر، مؤكدا أن توقيع هذا الاتفاق يمثل لحظة مهمة في تاريخ السودان الحديث. انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والسودان وما يجمع شعبيهما من تاريخ ممتد ومصير مشترك، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم تلبية للدعوة التي وجهها له الرئيس السوداني عمر البشير لحضور اختتام أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوداني. الرئيس السوداني كان على رأس عدد من أعضاء الحكومة وكبار الشخصيات في استقبال الرئيس السيسي بمطار الخرطوم الدولي، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامان الوطنيان للبلدين. وبالصالة الرئاسية بالمطار عقد الرئيسان اجتماعا تم خلاله التأكيد على عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة والخرطوم. وخلال الاجتماع تمت مناقشة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوداني، حيث أكد الرئيس السيسي دعم مصر ومساندتها لكافة الجهود التي يقوم بها الرئيس السوداني لتعزيز وحدة الصف وتحقيق السلام والاستقرار. وفي وقت لاحق انضم إلى الاجتماع الرئيس التشادي إدريس ديبي والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، حيث تمت مناقشة آخر التطورات على الساحة الإفريقية وسبل دعم جهود إحلال السلام والاستقرار وتعزيز الجهود المبذولة للتصدي لمختلف التحديات التي تواجه دول القارة السمراء. ووسط أجواء احتفالية بمحيط قاعة الصداقة التي استضافت جلسات الحوار الوطني السوداني وسط العاصمة الخرطوم، وعلى وقع الأناشيد والأغاني الوطنية والعروض الفنية التي قدمتها فرق شعبية من كافة أنحاء السودان، شهد الرئيس السيسي الجلسة الختامية للمؤتمر العام للحوار الوطني السوداني، والتي شارك بها أيضا رؤساء تشاد وأوغندا وموريتانيا، بالإضافة إلى أمين عام جامعة الدول العربية وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. وخلال كلمته بهذه المناسبة أكد الرئيس السيسي أن مصر دعمت كافة الجهود التي بذلت لتدشين حوار وطني يجمع كافة الفرقاء بالسودان. أود في البداية أن أعرب عن بالغ سعادتي لوجود اليوم بين أهلنا من أبناء السودان، لأكون شاهدا على هذه المحطة الهامة في تاريخ السودان الحديث، والتي جاءت بمبادرة كريمة من فخامة الرئيس البشير، وبعد جهد كبير بذله كافة الإخوة الأشقاء في السودان لإجراء حوار وطني يجمع مختلف أطياف وكيانات المجتمع السوداني، ملتفين حول زعامة قوية ورؤية ثاقبة وهدف مشترك لإعلاء مصلحة السودان وتحقيق السلام والاستقرار في ربعه. الرئيس السيسي شدد على حرص مصر على دعم وتعزيز التعاون مع السودان على كافة الأصعدة، مشيدا بما تحقق خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي عقدت بالقاهرة الأسبوع الماضي. لقد أولت مصر دوما أهمية كبرى لعلاقاتها بالسودان الشقيق، وهي الدولة الشقيقة والجارة التي تجمعنا بها حدود مشتركة وترابط ثقافي واندماج بشري فريد من نوعه يضرب بجذوره في أعماق التاريخ. في هذا الإطار تحرص مصر كل الحرص على تكثيف التعاون مع السودان والعمل على ترسيخ المصلحة المشتركة في شتى المجالات، بما يسهم في تعزيز مساعينا نحو التنمية والرخاء. كما أكد الرئيس على ضرورة تحقيق ما تم التوافق عليه في إطار الحوار الوطني السوداني، داعيا إلى التحاق باقي القوى والفصائل السودانية بهذه المبادرة. وكانت مصر من أولى الدول التي رحبت بدعوتكم لإقامة حوار وطني مجتمعي شامل يجمع كافة الأحزاب والحركات والكيانات السياسية والمجتمعية في السودان، ويعمل على ترسيخ بنية الدولة السودانية الحديثة القائمة على مبادئ المشاركة والديمقراطية، بما يكفل الاستمرار في حماية الحقوق والحريات. وشدد الرئيس السيسي على استعداد مصر للقيام بكل مسعى في سبيل تعزيز أمن واستقرار السودان. لم تنفصل مصر يوما عن قضايا أشقائها وجيرانها العرب، فلا تزال تقدم كل الدعم والمساندة لكل جهد يسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب والأوطان. رسالة حملتها زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة السودانية، رسالة يجب على كل قاص ودان أن يعيها جيدا. من قاعة الصداقة بالعاصمة السودانية الخرطوم،
علاء رشوان، النيل. من جهته قال الرئيس السوداني عمر البشير إن البيان الختامي للحوار الوطني يعد خطوة هامة لإصلاح البيئة السياسية، وهو إصلاح يرجى منه تحقيق توافق سياسي بين القوى السياسية ومكونات المجتمع على المقاصد العليا للدولة. وأضاف البشير في كلمته خلال الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني، أضاف أن الوثيقة الوطنية التي تم إنجازها تعد العقد الاجتماعي الذي يرسخ للرؤى المستقبلية لتطور البلاد، مؤكدا أنه لا مجال بعد إقرارها لأي شكل من أشكال توظيف العنف في الممارسة السياسية أو التعبير عن الموضوع.